ازيكم؟ تيشيرت بتاع السوبر الافريقي من اغلى البطولات اللي هتفضل بالنسبه لي ذكرياتها جميله. تيشيرت الزمالك حاجه عظيمه جدا، ما تدوش فرصه ان حد يشكك الجماهير الزملكاويه والشباب اللي لسه طالعه في تفاصيل كتير قوي بعيده عنها، تشككهم في اسيتس موجوده عندنا ونجوم موجوده عندنا. هل شيكابالا وقع للاهلي؟ ايوه، شيكابالا وقع للاهلي، بس ما ينفعش تنهي الموضوع عند شيكابالا وقع للاهلي. لا خالص، اعرف تفاصيل شيكابالا ازاي وقع للاهلي عشان تعرف قد ايه شيكابالا ده عظيم، عشان تعرف قد ايه شيكابالا ده زملكاوي، عشان حبك لشيكابالا يزيد، عشان تعرف ان شيكا يستحق حب ودعم كل جمهور الزمالك. شيكابالا موهبة من وهو صغير وكل الناس واخدة بالها منه. عادل القيعي نفسه كان بيتكلم على مهارة شيكابالا من وهو طفل، وكان قال هو نفسه هو هيموت ويتعاقد مع شيكابالا. حب شيكابالا للزمالك خلاه يتعاقد مع الزمالك، ولعب مع الزمالك من هو صغير وثبت نفسه وراح احترف في باوك اليوناني. وبدون بقى عشان خاطر المواضيع يعني ايه ما نخشش في تفاصيلها قوي، بس نحاول ندي هنت كده. والفيديو ده يا جماعه مهم جدا توروه لاولادكم وتوروه للزملكاويه اللي لسه طالعين، في حاجات كتير ما يعرفوهاش، عشان الفتره اللي جايه بسبب الخاين هيفضلوا يلعبوا على قصه كابتن الزمالك مضى في الاهلي، كابتن الزمالك مضى في الاهلي. لازم تفهموهم عشان ما تهزوش الثوابت اللي موجوده عندهم. شيكابالا كان راجع في اجازه هو امير عزمي مجاهد من باوك من اليونان، ونزلوا اجازتهم. وبما ان شيكابالا من اسره يعني على قدها، والده متوفي، اول ما نزل الاجازه راح اسوان. واول ما نزل اسوان ادى الفلوس اللي معاه الدولارات كلها لمامته وقعد اجازته تمام، وكان مبسوط وفرحان. راجع من الاجازه داخل المطار قال له شكرا، انت عندك سجن عسكري، انت عندك جيش وعندك سجن عسكري. ازاي يا جماعه؟ خدوه من المطار للسجن العسكري في الجبل الاحمر، او في الجيش يعني بمعنى اصح. انا مش هقول لك بقى ساعتها شيكابالا كان جاي له عروض عامله ازاي، ولا كان رايح فين، ولا كان مين مهتم بيه، ولا اي حاجه من الحاجات دي كلها، عشان هتقول ان انا ايه الزملكاوي بيكبر المواضيع. لا لا خالص، انا هكلمك في اصل الحكايه. شيكابالا فضل في السجن فتره طويله لغايه ما جم قالوا له انت هتمضي في الجيش. جيش ايه يا جماعه؟ ده انا باوك وجاي لي عقد احتراف في برشلونه وحاجات كده يعني. قال لك لا، انت جيش و... وهتلعب في نادي الجيش. فبقى الحل ساعتها ان هو مضطر ان هو يمضي في الجيش، ما هو مسجون، ما هو يا السجن يا تلعب في الجيش. جه ماتش للمنتخب هنا في مصر تقريبا كان مع اوغندا لو انا متذكر صح، واستأذنوا الناس ان هو يطلع. مفيش الكلام ده كله، مفيش. المهم رئيس باوك اليوناني قال لك لا، ده واضح ان المواضيع ايه منتهيه، وان شيكابالا ده لعيب مفقود فيه الامل. قدم شكوى، جه غرامه على شيكابالا 990 الف يورو او 900 الف يورو تقريبا او دولار. المهم رينج المبلغ من 900 ل 990 الف، دي الغرامه. تمام. جه الجيش ساعتها، كان المشير طنطاوي هو الموجود، قال لك بس ايه ده الغرامه دي الجيش ايه؟ اذا كان دي ميزانيه الجيش، يعني ميزانيه الجيش 10 سنين قدام كنادي الجيش، يعني ميزانيه نادي الجيش لمده 10 سنين قدام ده. لا يا عم، اطلع خلص نفسك. كان ساعتها في لجنه معينه لاداره نادي الزمالك من ضمن اللجان يعني اللي مرت علينا، كان يرقصها مرسي عطله، استاذ مرسي عطله الصحفي المشهور يعني. راح شيكابالا مره واثنين وثلاثه واربعه وخمسه وسته لغايه ما يعني جاب اخره. يا جماعه الحقوني، غرامه، طب اعمل ايه؟ مفيش حد خالص. عدلي القيعي كلمه، تعالى امضي في الاهلي، مالكش دعوه بغرامات، مالكش دعوه باي حاجه، مالكش دعوه بالجيش نفسه، مالكش دعوه باي حاجه، احنا هنخلص لك كل حاجه. وبالفعل شيكابالا راح مضى في النادي الاهلي، لان انت ساعتها بتخيره ما بين حاجتين، يا السجن يا اللعب في الاهلي، يا السجن يا اللعب في الاهلي. راح مضى فعلا مع عادل القيعي، وهم عارفين ان هو زملكاوي، وهم عارفين موضوع الزمالك بالنسبه له. هم استغلوا قصه ان الزمالك منفض له ومش مركز معاه. راح مضى فعلا وقال لهم على فكره
لو جالي اي حاجه في الزمالك انا مش هفعل العقد. في التوقيت ده جمال حمزه، انا بقول بالاسامي والناس عايشه يعني، التوقيت ده جمال حمزه راح لاستاذ ممدوح عباس قال له الحق شيكابالا والوضع وبتاع، وحكى له القصه كلها، ولازم الزمالك يتدخل، ولازم الزمالك يعمل، ولازم ولازم ولازم. دخل ممدوح عباس كلم شيكابالا، قال له هتيجي بس على شرط. قال له ايه؟ قال له انا مش هدفع لك المبالغ اللي الاهلي يتكلم فيها. قال له خلص موضوع الغرامه وانا امضي في الزمالك على اي حاجه ان شاء الله ببلاش. قال له طب والفلوس اللي هتاخدها في الاهلي؟ قال له الزمالك لو ببلاش. قال له طيب الامتيازات اللي جايه لك في عقد الاهلي؟ قال له الزمالك لو ببلاش. وفعلا شيكابالا ساب العقد بتاع الاهلي وجه الزمالك ومضى عشان استاذ ممدوح عباس يتحمل الغرامه، تمام، وضحى وكل حاجه وكل الامتيازات اللي انت ممكن تكون متخيلها لشيكابالا في الاهلي عشان يلبس تيشيرت الزمالك تاني. وفضل موضوع باوك وعدم مضيانه للاهلي ومضيانه للزمالك نقطه سوداء في تاريخ شيكابالا بالنسبه للاعلاميين وبالنسبه للاهلاويه، وفضل يتحارب عليها لغايه وقتنا هذا. بالعكس، ده بسبب مجالس الادارات واللجان المعينه فضلت غرامه شيكابالا دي تحرمه من عقود وتحرمه من حاجات كتير جوه الزمالك وهو ساكت. شيكابالا عمل فلوس من الزمالك طبعا، شيكابالا عمل شهرة من الزمالك طبعا، شيكابالا بقى شيكابالا عشان الزمالك طبعا. طبعا كل اللي فيه شيكابالا ده من الزمالك، حتى ولو بالنسبه لناس تانية اقل بكتير، بس هو شيكابالا كل الملايين اللي عنده دي وكل الشهرة اللي موجوده عنده دي من الزمالك، وهو معترف بالكلام ده، بس هو ضحى باضعافها عشان يرجع الزمالك، عشان الزمالك اللي في الاول اللي قال له لا مالكش مكان عندي، فكان بيختار ما بين السجن وما بين شيكابالا، او قصدي سوري وما بين الاهلي. واول ما الزمالك قال له لا تعالى بس بشروطنا، قال لهم انا موافق على كل حاجه، مش عايز اعرف الشروط ايه اصلا. شيكابالا بيتحارب من الاعلام الاهلاوي وجماهير الاهلي من يوم ما لعب كوره لغايه النهارده عشان الزمالك. شيكابالا ناس راحت عملت اب ليه عشان الزمالك. شيكابالا لبسه كلب صورته وتيشيرته عشان الزمالك. شيكابالا كابتن حسن شحاته الكابتن التاريخي لنادي الزمالك الزملكاوي العظيم ضحى بموهبه شيكابالا وظلم شيكابالا عشان يحافظ على وجوده في المنتخب، عشان الاعلام يدعمه، عشان ياخد ابو تريكه يصيطه، عشان احمد حسن، عشان حسني عبد الرب، عشان الناس. لو شيكابالا كان حسن شحاته كان بياخد شيكابالا معاه في المنتخب في عز ما تألق شيكابالا وكان شايل الزمالك لوحده على كتفه، حسن شحاته ما كانش بياخده المنتخب عشان ما فعلش عقده بتاع الاهلي وراح الزمالك، فبقى هو عدو الاعلام الاول، عدو اتحاد الكوره. شيكابالا العقوبات اللي اتعملت عليه من اتحاد الكوره في مشاكل هايفه اكبر واغلظ عقوبات حصلت على لعيبه كوره في تاريخ مصر عشان الزمالك. شيكابالا عظيم، شيكابالا رمز، شيكابالا ما ينفعش جمهور الزمالك يشبهه بالخاين زيزو. شيكابالا اتحط في الظرف ده واضطر ومعترف بغلطته. مع العلم بقى زيزو نيمنا ونيم مجلس الاداره ولغايه دلوقتي بيضحك علينا. شيكابالا راح قال لهم الحقوني 6 مرات 7 مرات بيقول لهم الحقوني، والزمالك اللي قال له لا مالكش مكان عندي. قال لهم انا هروح امضي في الاهلي الحقوني. قالوا له لا روح يا جماعه ببلاش بس شيلوا الغرامه. لا مالناش فيه. ولما راح مضى في الاهلي وممدوح عباس بس عن طريق جمال حمزه قال له تعالى، ساب كل ده وجه. ساب 15 بطوله دوري او 20 بطوله دوري، ساب 16 مره كاس عالم للانديه، 12 مره كاس المجره، 37 مره بطوله افريقيا، ساب 65 مليون اعلان، ساب يبقى واجهه اعلاميه ولا اعلانيه لماركات كبيره في مصر، ساب مجد وشهره وي 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 وحاجات كانت هتعمله في الاهلي. شيكابالا لو في الاهلي كان زمان صورته على الجنيه، عشان هم بيقدروا يعملوا كده، بيقدروا يعملوا كده. احنا ما بنعملش كده، احنا بندمر كل حاجه تخص الزمالك. احنا عايزين نبقى مثاليين زياده عن اللزوم، عايزين نبان ان احنا حياديين لدرجه ان احنا ندمر ولادنا، لدرجه ان احنا ندمر رموزنا. شيكابالا اعظم من لمس كره القدم في مصر بالنسبه لي،
بالنسبه لي انا شيكابالا ايكون زملكاوي، شيكا كلاعب كوره، وشتا تحتيها 100 سطر. انا بتعامل مع شيكابالا انه لاعب كوره. هتيجي تقول لي بره الملعب مش قصتي، هتيجي تقول لي هيبقى اداري فاشل لما يعتزل مش قصتي. ما حازم امام اعظم واحد لعب كره القدم بالنسبه للزملكاويه واداري فاشل، ما نجحش في اي حاجه اداريه. هل ده هيفقد قيمه حازم امام عند الزملكاويه؟ استحاله طبعا، استحاله طبعا. ايكون حازم امام فاشل اداريا، فاشل اداريا، لا يصلح اداريا، لا يصلح اداريا، مش قصتي. انا ما بقيموش كاداري، انا بقيمه كليجنت عندي، كايقونه عندي. شيكابالا مش خاين، شيكابالا مش زي زيزو. ما تضيعوش تاريخ شيكابالا عشان تغطوا على الخاين زيزو. ما تسمحوش للاعلام الاهلاوي انه يطلع ناشئين الزمالك يقولوا عليهم كابتنك مضى في الاهلي. عرفوهم ظروف اللي حصل مع شيكابالا، وشيكابالا ضحى بايه عشان يرجع الزمالك تاني. شيكابالا. يكفي انك انت تقول في الوطن العربي وافريقيا كلها شيكابالا. شوف موسيماني بيتعامل مع شيكابالا ازاي، شوف لعيبه الاهلي بتتعامل مع شيكابالا ازاي، شوف الناس الغرب بيقولوا على شيكابالا ايه وعلى عظمه شيكابالا. انا اسيب كل ده، اسيب كل ده عشان غلطه اضطر ليها بتخيره ما بين سجن وما بين انه يلعب في الاهلي؟ لا، شيكابالا عظيم، شيكابالا زملكاوي مش خاين. خليكم فاكرينها وعرفوها لاولادكم، شيكابالا زملكاوي.